الكتاب ينشر. أما اللي نعرفه اللي حسيب جديد يكتب من قديم عنده برشا يكتب. أي أول مشوار كان من اللي نقرأ 7 أساسي، وبدأ المشوار متاع الكتابة في المسرح وكتابة النصوص المسرحية، وتواصلت التجربة معناها للي وصلنا للجامعة. كتبنا نصوص مسرحية، نصوص أخرى سينمائية، واشتغلنا في حقل الكتابة منذ الصغر. الكتاب هذا هو يندرج في إطار بحث رسالة الماجستير في العلوم الثقافية، وكان تحت إشراف أستاذنا سي إبراهيم جدلة وأستاذنا سي محمد ناصر صديقي. الكتاب هذا يعني يتناول مسألة الأقليات في تونس، وبشكل أدق يعني مسألة علاقة السلطة بالأقليات في تونس، اللي هم البربر واليهود والسود. بطبيعة الحال هم البربر واليهود والسود، وقمنا بدراسة مقارنة يعني لمختلف العلاقات ما بين هذه الأقلية والدولة أو السلطة كما يعني أشرنا. البحث هذا هو البحث الثاني، على خاطر البحث الأول اللي عملته حول اللاجئين في راس جدير في تلك الفترة، يعني في فترة الثورة، بداية الثورة كنت اشتغلت على موضوع اللاجئين في راس جدير. ثم تطورت المسألة في الجانب هذا من الدراسات الثقافية الذي يعنى بالأقليات، وفي المرحلة الحالية أنا أشتغل على المهمشين في تونس العاصمة، وهو موضوع الكتاب الجديد إن شاء الله القادم. توا خلينا نحكيو على الكتاب هذيا. بالنسبة هو موضوع حساس جدا، وموضوع نقول موضوع وقته، على خاطر كما قاعد يظهر لي تواكب انتي في الحياة اليومية وفي الأخبار وفي كل الظروف الاجتماعية. يعني البربر واليهود والسود ثم جدل كبير فيما يخص الموضوع هذا، ومهم برشا الكتاب ربما يجي في وقته. كان تحكي لنا مصادرك وكيفاش ربما، يعني خاطر هو عملية بحث وعملية توثيق وعملية استقصاء باش نجم تكون الكتاب هذايا. شنو ما مصادرك في الكتاب؟ هو الكتاب اعتمد أساسا على يعني ما ترسب يعني من كتابات أخرى حول هذا الموضوع، انطلاقا من الوثائق الأرشيفية وعمل كبير على الأرشيف، كذلك على الكتابات الأخرى سواء المراجع أو المصادر الموجودة اشتغلنا عليها. فكان هذا الكتاب في 3 مستويات. المستوى الأول وهو مقاربة تاريخية، حاولنا من خلالها أن نرصد يعني مختلف المراحل التي مرت بها هذه الأقليات في علاقتها بالسلطة أو الدولة، يعني بدءا من التاريخ القديم، يعني من الدولة الفينيقية، الرومانية، البيزنطية. يعني حاولنا أن نرصد مختلف تلك الحقبات التاريخية وصولا إلى الأحداث الكبرى التي تشمل هذه الأقليات، وهو قانون عهد الأمان ودستور 61 وغيرها من الفترات التي كانت حاسمة في الموضوع. ثم تأتي يعني الجانب الثاني من البحث أو الفصل الثاني حول الباراديجمات التي تتناول مسألة الأقليات، مسألة التعددية الثقافية ومسألة التعددية أيضا. وحاولنا من خلال ما وجد من مقاربات، يعني على مستوى العالم، على مستوى الفلسفة، على مستوى علم الاجتماع، أن نبسط هذا الموضوع على القارئ حتى يتمكن من تفكيك الموضوع. ثم
نصل في الجزء الثالث من العمل إلى جانب مهم جدا، وهو الدراسة الميدانية. وكما أشرت فأن الموضوع يعني اليوم يكتسي حساسية كبيرة. ولكن وقبل أن نتحدث يعني عن ما وجدناه يعني في الجانب الميداني، علينا أولا أن نذكر بثلاثة يعني ملاحظات أساسية. الملاحظة الأولى والتي تقول بأن من الإجحاف النظر إلى الأقليات في تونس على أنها يعني تمثل نوع من يعني ترفع شعارات انفصالية أو غيرها. يعني فتونس لا تعيش على وقع الصراعات اللغوية أو الدينية أو الإثنية. وهذا البحث أساسا هو بحث في هويتنا يعني في هوية المجتمع التونسي كتونسيين. نحن نبحث في الآخر، في الأنا، الآخر القريب المجاور، الآخر الداخل الذي ينتمي إلى الجماعة الوطنية وهي الجماعة التونسية. إذن هذا البحث يشمل الكثير من يعني الأبعاد، ونتمنى من القارئ أن يقرأ هذا الكتاب، وأن يعني نناقش ما فيه. بالنسبة للكتاب هذا مهم برشا، وأنا هني للأسف ما قريتش الكتاب قبل ما نجيبك، لكن باش نقرأ الكتاب توا. وننصح الناس الكل يدوري سعر الكتاب 15 دينار، والناس اللي يحبوا الكتب ومغرومين بالكتب أكيد باش تظهر لهم حكاية فارغة 15 دينار مقارنة بأسعار الكتب. وبالنسبة لمعرض الكتاب، هل باش يكون الكتاب هذا موجود في معرض الكتاب؟ بطبيعة الحال سيكون موجود هذا الكتاب إلى جانب كتابات أخرى يعني صدرت عن دار البدوي. وبالمناسبة نشكر سي محمد البدوي ونشكر مدام نجاة المازني. بعد شوية نقص على كلامك بالعسل، لكن نرفع إلى حضراتكم صلاة أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي.